لحد ما اوصل لعرض الشنطه، لان هشتغل الشنطه كده بالطول وهبدا ان انا اقفلها مع بعض. هعمل بقى كذا سطر كده او كذا غرزه في ريح بعض ونرجع نكمل مع بعض تاني. وبكده اكون اشتغلت 14 غرزه زي ما انتم شايفين كده. ده كده هيكون عرض الشنطه. لو عايزه تكبري عن كده زودي كمان كام غرزه كمان، او عايزه تخليها شنطه صغيره قللي في عدد الغرز. خلاص انا كده مشيت على الغرز دي كده. هبدا بقى نطرح سطر جديد لان القطع عندي ماشيه سطور فوق بعض. انا خلاص سطر، ابدا سطر الف وابدا سطر جديد، خلصت وابدا القطعه كلها الشنطه كلها عباره عن قطعه واحده ما عدا الجنبين. يعني القطعه دي تبقى الوش الشنطه وظهرها والقاعده والقلاب، لكن الجنبين هيكونوا لوحدهم. تمام كده انا شغاله كده في وش الشنطه بتاع الشنطه والظهر بتاعها. تمام نبدا باول قاعده كمان. نبدا نطلع ده سطر جديد بقى تاني. هاجي بقى في الطرف اللي تحت ده، طبعا عندي طرفين اهو، طرف تحت وطرف فوق. هاجي في الطرف اللي تحت ده، طبعا اللي عندي على الخيط خرزه واحده بس، كده يبقى محتاجه 3 اهو كده. هبدا ان انا احطهم مع بعض في نفس الاتجاه، الخرزه واحده كلها. تمام كده اهو بالشكل ده. ابدا بقى ان انا اجيب اخر خرزه وارجع فيها الخيط تاني، بس ما اسحبش الخيط كله. الحلقه فوق اهي، احط ايدي كده عشان ما تسحبش الخيط كله لتحت، وابدا ان انا اطلع، اجي الطرف التاني واطلعه من الحلقه دي واسحب بالشكل ده، بيكون عندي الحلقه بتاعتي. تمام كده بالشكل ده. هجيب بقى الخرزه اللي معايا دي، الخيط اللي هنا، احط فيه برضو 3 خرزات، 1 2 3، وارجع الخيط تاني في اخر واحده يكون معايا حلقه اسحب بيها التانية واقفل بالشكل ده، وبكده يكون طلعت سطر جديد. دي اول غرزه في السطر الجديد. تمام هبدا بقى، طبعا الطريقه اللي ماشيه بيها دي هي اللي هتمشي بيها الشنطه كلها. كده عرفنا خلاص نطلع سطر جديد ازاي. هبدا بقى معايا طرف الخيط فوق وطرف خيط تحت. الطرف الخيط اللي تحت ده هدخله في الغرزه اللي عليها الدور اللي هي دي، هدخله فيها كده. كده بيكون عندي على الخيط غرزتين او خرزتين بالشكل ده. هحتاج بقى خرزتين، واحده من دي وواحده من دي، هدخلهم في طرف الخيط اللي فوق. طرف الخيط اللي فوق ده هو اللي هشتغل فيه. يبقى الطرف اللي تحت دخلته في الخرزه اللي عليها الدور، الطرف اللي فوق هدخل فيه الخرزه. كل مره على كده، الخيط اللي تحت ادخله في الخرزه اللي عليها الدور، والخيط اللي فوق ادخل فيه الخرز اللي عليه الدور. كده واحده، التانية، الف بالشكل ده واعمل حلقه بتاعتي، اسحب طرف الخيط التاني واطلعه من الحلقه واقفل بالشكل ده، ويكون معايا الخرزه التانية. زي ما قلنا كده معانا طرف خيط فوق اهو وطرف خيط تحت. الطرف الخيط اللي تحت هدخله في الغرزه اللي عليها الدور او الخرزه اللي عليها الدور بالشكل ده اهو كده. تمام والخيط اللي فوق بدخل فيه الخرز بتاعي. تمام واحده وادي التانية، بلف تاني كده وبطلع طرف الخيط التاني، وبكده كونت الغرزه التالتة. تمام كده زي ما انتم شايفين 1 2 3. هبدأ بقى ان انا اشتغل بنفس الطريقة ديت في الغرزة دي كده والتانية والتالتة وهكذا، واجي في الطرف الاخير ده الحلقة. طبعا احنا هنا طرف خيط بدخله اللي هو الشمال بدخله في اللي تحت، واليمين بدخل في الغرز، لكن في اخر غرزة هدخل في الطرف الشمال هو اللي هيخش فيه الخرز. تمام في اخر واحدة هدخل الخرز في الطرف الشمال، والف الشغل تاني واشتغل سطر جديد زي ما عملنا هنا بالظبط، وبدأنا سطر جديد، وابدأ شغاله بنفس الطريقه سطور فوق بعض لحد ما بوصل للطول المناسب اللي انا عايزاه للشنطه، ونرجع عشان نكمل مع بعض تاني.